الماليه على الظروف اللي كيمر بها القطاع ديال المواشي، كيفاش المواشي ديالنا كيفاش تصح الحاله الصحيه ديالهم، واش كاين الوجود، واش كاين الكثره واجدين على قرب العيد، الاثمنه كيفاش غتكون وكيفاش كاينه حاليا وكيفاش غتكون الاثمنه من بعد. كنعرفوا بان المغرب كيف جميع الدول اللي حدانا كلها كتمر في واحد الظروف صعبه ديال النقص ديال الامطار. بغيتكم الاخوان تركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو هاد الايام هادو نايضه ضجه على واحد القرار ديال الغاء عيد الاضحى اللي بزاف ديال الناس بغاو هاد العيد ديال 2024 يتلغى كليا، وهذا الشيء بسبب الظروف اللي كتعيشها الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره. في هذا الفيديو هذا عندنا سؤال واحد خاصنا نجاوبوا عليه، وهو واش غادي تلغى العيد بصح ولا لا. على بركه الله الاخوان نبداو الفيديو. بزاف ديال الناس الاخوان ما بغاوش يعيدوا هذا العام هذا نهائيا بسبب ارتفاع اثمنه ديال الاغنام ديال العيد، واللي ارتفعت الاخوان على الجهد، وهذا الشيء بسبب قله التساقطات والجفاف، واللي كيخليو الناس يكرهوا شي حاجه سميتها العيد او عيد الاضحى. الناس الاخوان اللي باغيين يعيدوا وهما الناس اللي باغيين يزيدوا يتقربوا من الله عز وجل، والناس اللي ما باغياش تعيد وهما الناس اللي ما عندهمش باش يشريو الاضحيه ديال العيد. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. حنا الاخوان عارفين باللي عيد الاضحى هو سنه وماشي فريضه، ولكن واجب على الناس اللي يمسر لهم الله ورازقهم، والناس اللي ما عندهمش باش يشريو ديك الاضحيه او عندهم واحد الدخل اللي ضعيف، فبلا ما يكلفوا راسهم ويمشيو يبداو يتسلفوا، حيت الدين ديالنا كيعني على هذا الشيء هذا. حنا عارفين العيد الاضحى عنده واحد المكانه في قلوب ديالنا حنا المغاربه او المسلمين. ركزوا يا اخوان على الهضره اللي غادي نقول دابا مزيان. كاين راجل في الطبقه الفقيره او ما عندوش باش يشري، ولكن جمع واحد 40,000 حتى 60,000 يربز وشرا الحاولي وجا العيد الاضحى وعيد وسيل الدم وتقرب من الله عز وجل وفرح دوك الوليدات وتقرب من الله عز وجل كيف ما كلنا، وكلا اللحم اللي ما كياكلو من العام للعام. يا الاخوان هاد السيد هذا ملي غادي يشوف داك المنظر ما غاديش باقي تهمو ديك 70,000 اللي ضيع او 60,000 اللي ضيع، حيت دار شي حوايج اللي زوينين بزاف، وخصوصا انه تقرب من الله عز وجل. فهاد الزمن هذا اللي كنشوفو باللي ما بقى والو طلع الكتبه، خاصنا ضروري ندير شي شويه ديال الاجر ونتقربوا من الله عز وجل. فراه كاينين الناس اللي محسنين وكاينين جمعيات اخرى كيعاونوا الفقراء باش انهم يشريو الاضحيه ديال العيد الاضحى. ما تنساوش الاخوان الزلزال اللي ضرب في الحوز، واللي المغاربه ما خلاو ما داروا وناضوا كاملين وتعاونوا مع الناس. مات اكثر من 2000 واحد، اللي كيعطينا واحد الدرس بان المغاربه كيتعاونوا فوق الشده ديما. فكنتمناو يديروا بحال هكا في العيد الاضحى المبارك، ونبداو تاني كنلقنوا العالم الدروس كما درنا في زلزال الحوز. كنهضروا الاخوان على 2000 واحد مات في داك الزلزال، وناض واحد الضجه كبيره لا من ناحيه التعاون والخير اللي داروا الناس في المغرب. البارحه الاخوان كتعلن الحكومه بانها غتقدم واحد المنحه لمستوردي الاغنام اللي كتوصل حتى 500 درهم على كل راس الاخوان، من الواردات التي سيخبرها المستوردين بين منتصف مارس الجاري ومنتصف يونيو المقبل. سمعتوها الاخوان اش قالت الحكومه؟ اجي نزيدكم. وواضح قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري أن التدبير الجديد يشمل استيراد 300,000 رأس. يعني الإخوان كل شيء يمكن ليه يعيد هذا العام هذا ديال 2024، ماشي بحال العام اللي فات. حيت الإخوان هاد المستوردين هادو غادي يكونوا 100. يا الإخوان 100، وكل واحد غادي يدخل 20,000 حولي حتى 40,000 حولي. ومنين غادي يجيبوا هاد الحواله هادو؟ حنا المغرب عندنا سميتو الضغط وسميتو، منين يجيبوا الحواله هادو؟ منين غادي نستوردوا الاخوان الاضاحي من جديد عاوتاني من على برا؟ هي الاخوان من على برا كي درنا العام اللي فات، باش كل شيء الاخوان يعيد وما يلقى حتى شي مشكل في هاد العيد هذا. غادي تبان واحد الفرحه وواحد الابتسامه على وجوهنا حنا المغاربه كاملين. يقول الله عز وجل في سوره الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
الهدف الرئيسي والمهم من هذه المناسبة الدينية واللي هي التقرب من الله عز وجل. فأنا الإخوان ضد هذه الفكرة ديال إلغاء العيد. فإلا فتي لغيتي العيد بحال ما غاديش تقرب ذاك النهار من الله عز وجل. والناس اللي ما بحالهمش فالله يصبركم والله يزيدكم أكثر إن شاء الله. كان معكم إلياس باستير من قناة باستير المقاول. الله في راسكم.